صباح الفل. تاني يوم في مدينة كراكول، تالت مدينة أنا زرتها هنا في كرغستان، وقاعد في يورت، بيت من البيوت الكرغستانية التقليدية جدا اللي كان بيعيش فيها البدو الكرغيز. منظر الجبال حواليا حاجة تشرح القلب الصراحة. بس مش هو المفروض النهاردة إن شاء الله هنتمشى شوية كده بين الجبال، ممكن نركب خيل. مش عارف بقى لسه في ممكن اكتيفيتيز تانية تتعمل ولا لأ. انا هنا بعيش اليوم بيومه بصراحة، بحاول استكشف المكان. للأسف التواصل صعب شوية عشان اغلب الناس هنا بتتكلم روسي بس، فبضطر استخدم بقى جوجل ترانسليشن. عموما لو بتشوف الفيديو ده اول مرة تشوفني، مهتم بمحتوى السفر او استكشاف في السفر، فاعمل لايك وشير وسبسكرايب وتابعني. ولو انت بتابعني قبل كده قولي رايك في الكومنتس لو في حاجة عجباك او في حاجة عايزني ان انا اطور منها. اشوفك كمان شوية في الفيديو، هحاول اوريكم باقي الاماكن ان شاء الله. مع السلامة، صباح الفل. فطرت الحمد لله، تاني يوم ليا هنا اهو في كراكول، واتفقت هنا مع الناس في الهوست اللي انا قاعد فيه، هياخدوني بالعربية بتاعة المكان ويودوني مكان كده فيه بحيرة، هقدر ان انا اتفرج على الفيو من هناك، وممكن كمان ان انا انزل اعوم، فواخد معايا حاجات العوم وكده. بس هحاول اصور لكم المكان هناك، ان شاء الله يبقى مكان حلو، اتمنى زي الفيو اللي انا قاعد فيه، وان شاء الله كده تبقى حاجه جامده، واحاول اصور لكم حاجه تبقى حلوه وتعجبكم ان شاء الله. هوصل وهكمل لكم ان شاء الله. باي باي. على بعد 45 دقيقة من الهوستل أو اليورت فيلج اللي أنا كنت قاعد فيها في مدينة كراكول، في مدينة اسمها بوغيتروفكا، فيها شط عام هو أصلا على البحيرة بتاعت إيسيكول. البحيرة كبيرة جدا، فهتلاقي مهما رحت مدن هتلاقي البحيرة موجودة، بس كل حتة هم عاملين لها اسم مختلف ليه علاقة بالاريا اللي هي متسمية بيه. فأنا وصلت حاليا، ده منظر البحر والناس هنا قاعدة هناك اهي، قاعدين بيكنيك. شوية هتلاقيهم نزلوا المية أو نزلوا المية بقى وطلعوا، بس بيعيشوا حياتهم وينبسطوا. هنحاول احنا كمان نعمل كده، وهاخد غطس بقى وهقابلكم كمان شوية. بعد ما خلصنا يومنا في البحر واحنا ماشيين كده، عدينا على متحف بيتكلم فيه عن تاريخ الكرغستاني وعن عاداتهم وتقاليدهم. احنا حاطين هنا لبس اللي كانوا بيستخدموه المحاربين او بيلبسوه، والاواني والاسلحه اللي كانوا بيعملوها، حاجات بقالها سنين طويله جدا كانوا بيستخدموها في حياه البدو. بس فالمتحف يعني بيتكلم في العموم عن التاريخ الكرغستاني في المنطقه وعاداتهم وتقاليدهم ولبسهم. بس هنكمل ان شاء الله بقية اليوم، ولو في حاجة تانية هعملها هصورها لكم واعمل لكم فلوج كامل عن مدينة كراكول ان شاء الله. واحد بقى من الحاجات الرايقة جدا اللي انت ممكن تعملها في كرغستان هو ان انت ممكن تركب خيل في الطبيعة كده، وانت ايه مع نفسك يا معلم، وتعيش بقى الاجواء الكرغستانية صح الصح. تاخد حصانك الجميل يا باشا وقدامك الجبال، وتعيش بقى ايه زي البرنس كده. بس هو اللي انا بعمله. لو انت جاي كراكول او جاي كرغستان لازم تجرب الاحساس ده، ان انت تبقى راكب خيل وسط الجبال وتعيش تجربه جديده. اشوفكم على خير، دي اخر حاجه ان شاء الله هعملها النهارده في كراكول. ان شاء الله هرجع بكره بشكيك تاني العاصمه، عشان هيبقى فاضل لي يومين هحاول ازور فيهم معالم تانية لسه موجوده في بشكيك. فلو اول مره تشوفني ما تنساش تتابعني لو انت مهتم بالسفر، ولو انت متابعني من قبل كده دوس لايك وشير لاصحابك الفيديو، وقول لي في الكومنتات رايك. اشوفك على خير، بحبكم قوي.